عمرك جربتي قبل كده تمشي على طراطيف صوابعك طول اليوم؟ مش علشان حد نايم، لأ، علشان خايفة نفس يخرج منك يتفهم غلط. النهاردة هنتكلم عن أصعب نوع من السجون، سجن حقل الألغام. الناس اللي بتراقب الكلمة وتحلل النبرة وبتستنى عفويتك علشان تلبسك تهمة مش فيكي. لو لقيتي الناس اللي حواليكي بتضطري معاهم تبقي مش على طبيعتك وتلجمي لسانك وتوزني الكلمة بميزان ذهب علشان بس ما ينفجروش في وشك، يبقى فيديو النهارده ليكي. هتعرفي انك غنية، غنية بقلبك، غنية بعفويتك، غنية بكرامتك عن اي علاقة بتخليكي مرهقة او تضطري تمثلي انك شخص تاني علشان ترضيهم. لو حاسة ان طاقتك بتخلص في الشرح والتبرير، يبقى هاتي مشروب من اي حاجة بتحبيها واقعدي اسمعيني كويس، لان النهاردة هنفجر الالغام دي ونكمل في طريقنا بسلام. فيديو النهاردة مش مجرد كلام، ده بيان رسمي لكل واحدة تعبت من التمثيل. عارفة يعني ايه تبقي في مكان والناس اللي فيه بتقف على الهفوة، وتبقي شايلة هم الكلمة قبل ما تخرج، وتعيدي كل حساباتك في الضحكة في الهزار وحتى في السكوت، والله تبقي مطالبة انك تتوخي الحذر وتلجمي عفويتك وتذبحي تلقائيتك على عتبة رضاهم. ليه؟ علشان الأستاذ أو الهانم ما يفسروش كلامك غلط. ازاي نفكك الألغام دي ونريح دماغنا ونعيش بروقان؟ المشكلة مش فيكي، المشكلة ان الناس دول بيكون الفلتر عندهم بايظ. في ناس اصلا عايشين في صراعات داخلية، فبيشوفوا اي كلمة عفوية منك كأنها هجوم عليهم. لما تضطري تفلتري كلامك علشان ما تتفهميش غلط، انت هنا بتعملي ايه؟ انت هنا بتلغي شخصيتك علشان تريحي ايجو بتاع حد تاني. الست اللي قلبها ابيض وعفويتها محركها الاساسي بتبقى اكتر واحدة مستهدفة في الحقول دي. بيحللوا نبرة صوتك، بيراقبوا لغة جسدك، ولو نسيتي تاخدي بالك ولو ثانية واحدة الانفجار بيحصل، وتطلعي انت اللي مش كويسة او نيتك وحشة او قصدك تجرحيهم. السؤال هنا، هو انت عايشة عشان تكوني محامية بتدافع عن نواياها 24 ساعة، ولا عايشة علشان تستمتعي بحياتك ومع الناس اللي شبهك؟ عارفين الحذر ده بياخد مننا ايه؟ بياخد من نضارتك ومن هدوء اعصابك. لما ترجعي من خروجه او قاعدة وانت مهدودة نفسيا وتفضلي تسألي نفسك، يا ترى زعلت مني؟ يا ترى فهمت قصدي لما قلت كذا؟ دي مش علاقة، ده استنزاف. كده بتصرفي طاقة جبارة علشان تجملي الحقيقة وتحطيها في قوالب ترضي الناس دي، وفي الآخر برضو مش بيرضوا، لأن اللغم هينفجر هينفجر. هو مستني بس اللحظة اللي توعي فيها من التعب علشان يقول أهو شفتوا قالت إيه. الضريبة دي بيدفعها بيتك وولادك، لأنك بترجعي مش طايقة كلمة من أقرب الناس ليكي بسبب المجهود الذهني اللي بذلتيه مع ناس غريبة عن روحك. تخيلي نفسك استهلكتي كل رصيد الصبر اللي عندك بره البيت مع ناس انت أصلا مش فارقة معاهم، وبتيجي عند أغلى الناس، ولادك اللي مستنيين حضنك أو جوزك اللي مستني منك كلمة حلوة، وتلاقي مخزن الصبر اللي عندك فاضي. هنا بقى الوجع الحقيقي، إننا بنقدم أحسن ما فينا للناس اللي مش شبهنا خوفا من كلامهم، وبندي أسوأ ما فينا لأهل بيتنا بسبب استنزافنا مع الألغام دي. ليه تدفعي حبايبك تمن ناس انت لو غبتي عنهم بكرة مش هيفتكروكي إلا بالسوء أو بسوء الظن؟ المجهود الذهني ده تآكل لروحك، انت بتنحتي في أعصابك علشان ترضي حد عينه ضيقة مش شايف غير العيوب، وفي المقابل بتخسري ضحكتك الصافية واستعيلتك، والناس الغريبة عن روحك بيسرقوا منك الضحكة وبيسحبوا طاقتك ويحولوكي لواحدة عصبية قلقانة. علشان كده الاستمرار في الحذر ده مش بس تعب، ده جريمة في حق نفسك وفي حق الناس اللي حواليكي واللي بيحبوكي بجد ويستاهلوا انك توفري طاقتك ليهم هم وبس. وعلشان كده لازم وقفة، لازم نفهم ان في حاجة اسمها اقتصاد المشاعر، اني مصرفش طاقتي غير في المكان اللي هيرجع لي فيه حب وتقدير. اتعلمي ان مشاعرك دي عملة غالية جدا، ما ينفعش ترميها في الارض وتسيبي الناس تدوس عليها. احنا بنعيش سنين من عمرنا في وهم اسمه ارضاء الجميع، والحقيقة ان ارضاء الناس غاية لا تدرك، وارضاء الله غاية لا تترك. فاتركي ما لا يدرك لما لا يترك. ما تضيعيش وقتك بتجري ورا سراب وبتحاولي ترضي ناس هم اصلا مش راضيين عن نفسهم. الكلمتين اللي عاوزاكي تحطيهم حلقة في ودنك، اللي يزعل يتفلق، واللي يزعل لوحده مصيره يرجع لوحده. ما تستغربيش الكلام، بس طول ما انت نيتك صافية ومش بتأذي حد ولا جاية على حق حد، يبقى اللي يقفلك على الكلمة ويحللك كل نفس خارج منك ويفسر عفويتك غلط هو اللي محتاج يتعالج، مش انت اللي محتاجة تتغيري. بلاش تستهلكي عمرك في محاولة تحسين صورتك في عين ناس عينيها أصلا مش هتشوفك غير في قفص الاتهام، ولا انت مطالبة تقدمي كشف حساب عن كل كلمة قلتيها أو حركة عملتيها.
راحتك أولا. لما تلاقي حد بيحاسبك على الكلمة اعرفي إن ده شخص مش بيحبك، ده شخص بيراقبك، والحب والرقابة ما بيتجمعوش أبدا. اللي بيحبك بجد هو اللي بالبلدي كده هيبلع لك الزلط، واللي بيكرهك معروفة هيتمنى لك الغلط. فبدل ما تقضي حياتك بتعتذري عن نفسك عيشي لنفسك، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. احنا غاليين قوي يا جماعة، والوقت اللي بيفوت من عمرنا واحنا شايلين هم زعل فلان وقمص علان هو وقت مسروق من سعادتك وصحتك. قولي لنفسك أنا مش هصلح الكون، أنا هصلح حالي وراحتي وبس. ودي مش أنانية، ده ذكاء نفسي، إنك توفري طاقتك للناس اللي بتهون عليكي الدنيا مش للناس اللي بتمشي معاكي في حقل ألغام وعاوزاكي تطلعي انت اللي غلطانة في الآخر وخلاص. وعلشان كده لازم تعرفي إزاي تقلبي عليهم الترابيزة. الناس دي قوتهم مستمدة من خوفك إنك تطلعي غلطانة. طول ما انت بتدافعي هم المنتصرين، لكن اول ما تبطلي تبرري السحر بيبطل. لما حد يقولك اصل كلمتك دي معناها انك تقصدي كذا ردي ببرود وبثبات والله انت اللي فهمك كده، وانا مش مسؤولة عن طريقة ترجمة عقلك لكلامي. الجملة دي لوحدها بتنسف اللغم قبل ما ينفجر. انت هنا بتخرجي من دور المتهمة لدور الواثقة من نفسها. احنا مش في محكمة ولا انت بتقدمي مرافعة عن اخلاقك. اللي يعرفك بجد مش هيحتاج شرح، فوفري مجهودك ده لنفسك ولصحتك علشان ما ترجعيش تدوري على نفسك وتقولي راحت فين الست اللي كانت بتضحك من قلبها، فين العفوية اللي كانت بتنور وشها. وهتبقى انت بإيدك اللي دفنتيها علشان ترضي ناس ميتين شعوريا. الاستنزاف الذهبي ده بيخليكي تفني طاقتك في الخوف، والخوف عدو السعادة. لما تخرجي من الدايرة دي هتحسي انك بدأتي تتنفسي من جديد، هتحسي ان وشك بدأ ينور وطاقتك بدأت ترجع. الست الغنية بجد هي الغنية بنفسها، اللي مش مستنية كلمة مدح من حد علشان تحس انها كويسة، ولا بتتهز من كلمة ذم من حد مريض بسوء الظن. العلاقات رزق، بس الاختيار مسؤولية. انت مش مجبرة تكملي في علاقة بتخليكي ماشية على قشر بيض، وفي فرق كبير بين الأدب وبين إلغاء الشخصية. خليكي مؤدبة ذوق، بس خليكي برضو على طبيعتك ما تزيفيهاش، عشان لو الحقيقة بتاعتك بتزعلهم يبقى المكان ده مش مكان. الأرض واسعة وفي قلوب تانية بتدور على حد زيك، حد عفوي وصادق. دوري على الصحبة الآمنة، الناس اللي بتقولي قدامهم كلمة غلط وهم اللي بيصلحولك نيتك قبل ما انت تنطقي، الناس اللي قعدتهم دوا مش سم. معظم الشخصيات اللي بتقف على كل كلمة دي شخصيات مريضة بالنقص، هو بيحاول يكسر جناحك علشان انت بتطيري بعفويتك وهو مش قادر. افهمي اللعبة النفسية دي كويس، هم عاوزينك حذرة عشان تكوني تحت السيطرة. العفوية حرية وهم بيخافوا من الأحرار، فخليكي حرة وغنية. وخليكي دايما فاكرة إن ربنا خلقك بقلب أبيض علشان تنوري بيه مش علشان تطفيه علشان خاطر حد ضلمة. من النهاردة عاوزاكي ترفعي راسك وتتكلمي بعفويتك وتضحكي بصدقك، واللي يزعل يتفلق. بكرة الأيام تعلموا إن القلوب الصافية بقت عملة نادرة، وكان لازم يحافظ عليها بدل ما يحاكمها على كل هفوة. مستنية تحكولي في التعليقات إيه أول خطوة هتاخديها عشان ترجعي لعفويتك الضايعة. دايما خليكي فاكرة إن راحتك أغلى ما تملكي، فحافظي عليها بكل قوتك. وانتي خارجة ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس عشان يجيلك إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. استنوني في فيديوهات جاية كتير أقوى وأعمق وأقرب لقلوبنا، وسلام.